السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخواتي، كيفكم؟ اليوم رجعت لكم مقطع جديد على قناة سوما. طبعا قبل ما نبدأ المقطع بتمنى من الكل يحط لايك ويشترك بالقناة. طبعا اليوم جاي احكي كم كلمة بس للناس اللي عم تبحث عن ام سيف. طبعا ام سيف لسه مو مبين شي وما في شي خبر انه يأكد انه هي ماتت او توفت او صار فيها شي. طبعا هي بس عملت هذا الفيديو، طلبت من الناس المساعدة، بس طبعا ما في شيء مؤكد. هلا يعني انا قبل شوي كنت عم اقلب بالتيك توك، شفت فيديو اللي هو بيحكي عن هذا المنشور: خبر عاجل، السلطات التركية تم العثور على جثة ام سيف ونانو وتم قتلهما من قبل جهة مجهولة. طيب هذا خبر مو مؤكد، يعني اللي منزله شخص اسمه عباس حسين اللي السلطات التركية. طب هذا هو خبر مطلع بس مشان يطلع ترند او يطلع اكسبلور. طبعا هذول بس عم يبحثوا عن الشهرة، مو هاممهم لا ام سيف ولا هاممهم نانو ولا هاممهم انه شيء مخص. طبعا لا تشوفوا اي شيء وتصدقوه الا لما تطلع مثلا، لو مثلا يا سمح الله ام سيف فيها شيء، كان صار الخبر على قناة الجزيرة، السلطات التركية عن جد حكت، خبر طلع على التلفزيون انه هي امرأة قريبا مشهورة جدا ام سيف، مو إنه عندها متابعين تقريبا فوق 5 مليون. طبعا اكيد حتحكي عنها الاخبار، اكيد حتحكي عنها. فما بيصير هون شخص منزل تم اغتصاب اليوتيوبر ام سيف وشقيقتها باشياء غير اخلاقية. طبعا ما بيصير هيك. كيف يعني انه انت بس عم تألف شغلات مشان انه العالم تتعاطف معك، تحط لك لايكات، تحط لك اشتراك بالقناة؟ طبعا هذا الشيء ما بيصير بالمرة. وعلى فكرة هذا الشيء عليه حساب من عند رب العالمين، انه ما بيصير انت عم تطلع خبر غلط. طبعا انه في صور كمان لجيفار العلي، خلينا اورجيكم اياها، صور انه تعذيب جيفار العلي وتعذيب ابن سيف. طبعا هاي الصورة لجيفار العلي. طبعا هاي الصورة لجيفار العلي من فيديو بقناته، فيديو بقناة جيفار العلي، انه هون كان عم يسوي للمسلسل وانه مقلب وما مقلب. طبعا هذا ما له دخل في الشيء اللي صار حاليا، هذا فيديو سابق. طبعا في صورة تانية، في هاي تقريبا هاي الصورة نانو وجيفارا وهذا صاحبهم. فأي شخص وصل لأم سيف، طبعا كتير في يوتيوبرية طلعوا وحكوا انه نحن اتصلنا بأم سيف واتصلنا بجيفارا وحكينا مع جيفارا. طبعا هذا كمان لا تصدقوه، هذول كل الناس عم تدور مشاهدات وتدور لايكات وتدور دعم على اليوتيوب وعلى التيك توك وعلى الانستغرام. فلا تردوا على اي شخص. فلا انتم ما عليكم هلا غير انه تدعوا لأم سيف، انه مثلا اذا كتير متابعينها انه يا رب ما يكون صار فيها شيء، حتى تطلع السلطات التركية نفسها وتأكد هذا الخبر. طبعا هذا انه الترند اللي طلع اكيد وصل للسلطات التركية، اكيد في ناس اتصلت بالشرطة، اكيد في ناس بيعرفوا ام سيف تواصلوا. طبعا ام سيف لها اخوان ولا اخت ولا يعني اكيد جيرانها قل شيء مثلا. فهذا الشيء لازم حتى هذا يطلع ويرد عليهم. طبعا في ناس اصحاب جيفار العلي كمان تواصلوا مع جيفار العلي. طبعا الله اعلم، ما بعرف اذا عن جد تواصلوا معه وحكى لهم انه في مشكلة، حكى لهم في شيء، ما بعرف. وناس بتقول انه ابوها اللي انه عم يعذبها او ابوها اللي عم يسوي فيها شيء. هذا كله لا تتأكدوا منه ولا تصدقوا اي حدا. استنوا حتى يجي الخبر الرئيسي من الشخص نفسه او من حدا بيقربه او حدا مختص او من الحكومة، هون بتصيروا بتحكموا. فلا تحكموا على اي شيء تسمعوه من اي حدا. ترى في كتير ناس تدور الشهرة وتدور انه لايكات، وناس تحزن على ام سيف وانا بكسب لايكات هيك. طبعا هذا شيء غلط. بتمنى الكل ندعي لأم سيف، وشكرا لكم على المشاهدة، مع السلامة.